عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة العشرة والمخرج أحمد الهن، ومعكم اليوم أحمد شوبير. وملعب السكة الحديد يزدان ويزداد جمهور دقيقة بعد دقيقة. اللقاء ما بين الأهلي وإنبي والأسبوع الرابع لمباريات الدوري الممتاز. تشكيل والجهاز الفني: النادي الأهلي عصام الحضري الذي يعيش أزهى حالاته، قدامه فؤاد سلامة، قدام أيمن سعيد، هاني عبد الله، سمير صبري ومحمد ثابت صاروخ، واثنين مهاجمين ايضا من العيار الثقيل: عبد الحميد حسن، مجدي عبد العاطي. يقود الفريق فنيا الكابتن طه بصري، ومعاه الكابتن يحيى اسماعيل والكابتن محمد يوسف والكابتن خالد متولي، ومديرا للكرة الكابتن علاء عبد الصادق، ومدربا للحراس الكابتن ابراهيم رياض العائد من الامارات. تبدأ المباراة بقيادة حكمنا الدولي محمد فاروق، لسه مش دولي لكن من الحكام الممتازين محمد فاروق، بيعاونوا شريف صلاح وايمن ديجيش. اللبناني في اولى اشتراكات انبي في البطولة العربية حلوة لهاني عبد الله، عند ايمن سعيد يلعب عرضية، مجدي عبد العاطي وعماد النحاس يلعب طويلة عند فلافيو، مفيش رقابة لكن سهلة، ياخد على طول عصام محمود حارس مرمى نادي انبي. ما فيهاش يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عماد، يا ولد يا عماد، والله كان هيبقى جون الموسم. تاني فلافيو يلعبها طويلة عند متعب، كمل متعب، فات متعب، فرصتين في اقل من دقيقة لعماد متعب فرصتين ما لهمش حل في اقل من دقيقة واحدة لعماد متعب. كان هيسجل في الاولى من كوره هو صنعها، يعني خلقها لنفسه. الثانيه التمريره الجميله الرائعه انفرد حطها، تبقى ضربه مرمى لصالح نادي حدود منطقه الجزاء. يرجع ياخد نفسه هو ولاعيبته من على حدود دايره نص الملعب، يستريحوا 7-8 دقائق، يرجع يضغط. جilberto تاني، حلوه حلوه حلوه، عماد اتطربت شويه، جilberto وحشه، ضربه مرمى. تاني مقطوعه عبد الحميد حسن، تمريره اتردد الحضري شويه، خد مجدي عبد العاطي، يا ولد هو ده مكانه، مخلوق لل18 دي. في الدقيقه قبل الاخيره تلعب على طول عرضيه، مجدي عبد العاطي قبل الركنيه، لم يختبر عصام الحضري ولا عصام محمود، العصامين يعني. طويله، ضربه راس، فرصه وحشه يا فلافيو، وحشه يا فلافيو. تصرف هنا ده فرق التصرف. في اللعب عمرو عبده يلعبها مقطوعه من وائل رياض لعماد متعب، لوائل رياض حلوه، وداخل وائل رياض مكمل انفراد، تضيع يا وائل يا رياض. هو عصام محمود خرج له، عايز يلعبها من فوقيه كده لكن عليت شويه وبقت فوق العارضه، ضربه مرمى. هي بتتعادل المره الثانيه والثالثه مع زميل المخرج رضا عزب، ولكن فرصه كبيره جدا مع بدايه شوط ثاني. بيعزز في بالتغييرين الجانب الهجوم، وخاصه الجانب الايمن بنزول اسلام الشاطر. اهو مع الكوره يلعبها لوائل رياض، الاثنين لسه نازلين، ورياض والعرضيه، وعماد متعب، عماد متعب وجوار القائم. عصام الحضري، عصام يخرج منطقه ويلم ويلعب على طول لوائل جمعه. الشوط الثاني اسرع من الشوط الاول. ده محمد عبد الوهاب اللي قدامنا، اتلعبت الكره حلوه لفلافيو، وعماد متعب ودخل منطقه. اسامه يقطع اسلام، بيعمل عليها مجهود فلافيو لكن يلحق سمير صبري، ياخدها منه فلافيو، داخل فلافيو عايز يفوت من وسط اثنين، وتفوت الكوره، عماد متعب والعرضيه، وبركات، يا بركات، وتتزق الكوره من قدامه في اخر لحظه. الاهلي وضغط، تتلعب الركنيه عاليه وبالراس على طول، وعماد متعب يلعبها فوق العارضه. عماد متعب يلعبها تعلو العارضه بقليل، وضربه مرمى مقطوعه من شادي لوائل رياض. وائل رياض، فلافيو واخد فلافيو لوائل رياض تاني، وائل والتسديده. سمير تاني ناحيه اليمين عند ايمن سعيد يلعبها على طول محمد ثابت وعصام الحضري، تاني ترد عند ايمن سعيد، هات وخد، وايمن وتسديده لكن بعيد عن المرمى. داخل محمد يلفها برجله الشمال وعاليه وبالراس على طول وجوه الجول. محمد بركات وجوه الجول. لا، محمد عبد الوهاب ده بركه،
نزل برضه في الماتش اللي فات مع انيمبا، وبعد نزوله على طول لف واحده عرضيه وسامح حسني سجل منها الهدف. بينزل النهارده بعد نزوله على طول بدقيقتين ثلاثه ومن ضربه حره بيلف العرضيه يقطع معاه بركات وبالراس على طول يسجل منها اول اهداف. وقطع بركات حلوه قوي وعلي فوق وعملها في المرمى في الزاويه اليسرى لمرمى عصام محمود من اكثر من زاويه بنشوفها. اتلعبت من اسامه عاليه وعصام الحضري يمسك عصام الحضري يلعبها لفلافيو. فلافيو ماشي اماميه لعماد متعب ومعاه عمرو عبده. متعب وعبده، متعب يلف يلعبها حلوه لوائل رياض. استنيت يا وائل يا رياض عليها، اتاخرت يا وائل يا رياض. نزل بركات اهو بيلعب الكره على طول لوائل رياض. وائل رياض مفوتها لنفسه وداخل ومعاه عمرو عبده. رياض وعبده بيوقفها رياض ويلم وداخل على المنطقه ويلعب العرضيه وفلافيو على طول يلعبها، لكن عصام محمود. وائل محمد عبد الوهاب داخل عبد الوهاب وبرجله الشمال تسديده قويه والله وارضيه لكن بجوار القائم يسيبها البركات. وبركات منطلق بسرعته. محمد بركات يزقها لفلافيو. فلافيو على حدود المنطقه من ناحيه اليمين عايز يدخل ودخل فعلا فلافيو ويزقها لعماد متعب. تتقطع الكوره ترجع لحسن مصطفى وحسن يلم ودخل منطقه وفلافيو اختفى من قدامه كده بتسديده لكن بجوار القائم الايمن ضربه مرمى. ويطلق في هذه اللحظات اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه كابتن محمد فاروق صافرته معلنا نهايه الشوط الثاني والمباراه وفوز فريق الاهلي بهدف نظيف على انبي احرزه محمد بركات في الدقيقه 28 من احداث الشوط الثاني عشان يرفع رصيده الى 12 نقطه النادي الاهلي وتوقف رصيد انبي عند 7 نقاط.